اصلا المغاربه معذبين في بلادهم، انت غتزيد عليهم العذاب فوق عذاب، يعني كدير العكر فوق الخنونه. غيولي المغاربه ما لاقينش خدمه وهما غيدخلوا غيوليو شادين كما كتشوف دابا باب مراكش، راه هما اللي فيهم، هما اللي شادين المحلات، هما اللي شادين كلشي. المهاجرين غير نظاميين كاينين في العالم كامل، وفين ما مشيتي كتلقاهم بكاع الالوان والجنسيات، ولكن مهاجرين غير نظاميين في بلد يعتبر شيئا ما فقير، نسبة البطالة فيه 13.3%، ومليون و630 ألف عاطل، ونسبة الفقر واصلة 3.9%، وكنلقاو فيه مهاجرين غير نظاميين أفارقة بأعداد كبيرة، فهذا الشيء ماشي عادي. نرجعوا بالزمان اللور، وبالضبط في 2014 فاش المغرب بدا في سياسه جديده في ميدان الهجره، واتخذ قرار باش يسوي الاقامه للمهاجرين غير نظاميين وتسويه الوضعيه ديالهم القانونيه، وهذه توصيه جات من عند صاحب الجلاله ملك البلاد، وعطى الاوامر ديالو لوزاره العدل والداخليه والخارجيه باش يبادروا في اصلاح سياسه استقبال المهاجرين في المغرب، وهذا الشيء اللي مكن من تسويه وضعيه الاف المهاجرين في المغرب. وحسب الاحصائيات تقبلات اكثر من 23 ألف طلب من اصل 27 ألف طلب، 56% رجال و44% نساء. وفي المرحله الثانيه لادماج الاشخاص في وضعيه غير قانونيه ما بين 2016 و 2017 تسوات الوضعيه ديال اكثر من 11 ألف من المهاجرين غير نظاميين، وتعطاتهم بطاقه اقامه صالحه ل3 سنوات. على غرار هادو اللي دخلوا قانونيين وبداو كيندمجوا في المجتمع، كاينين آلاف من الاشخاص يدخلوا للمغرب بطرق غير قانونيه وكيتعتبروا مهاجرين غير نظاميين، وهادو بالضبط هما اللي كيشكلوا خطر كبير على المغرب وعلى المغاربه خاصه، لانهم في الغالب كيعيشوا وسط جماعات وتيكونوا مجموعين باعداد كبيره، وكنشوفوهم وسط الاحياء الشعبيه في مجموعه من المدن، وكينقسموا لجوج ديال الانواع. النوع الاول هما اللي كيكريو دار وكيتجمعوا فيها 10 ولا اكثر د الاشخاص، والنوع الثاني هما اللي كيديروا تجمعات عشوائيه وكيسكنوا وسط الخيام ولا في الزناقي، وهذا الشيء اللي كيخلي بزاف د المشاكل والمشاحنات بيناتهم، وخصوصا بينهم وبين سكان الاحياء المغاربه. وراكم كلكم كتشوفوا فيديوهات ديال العصابات كيتضاربوا بيناتهم وكيزرعوا في الساكنه الخوف والهلع. دابا غندوي بدون عاطفه وغنطرحوا بزاف ديال الاسئله. واش حنا خاصنا مهاجرين في بلادنا؟ اكيد لا والف لا. عندنا كفاءات واعرين وناس واعرين اللي قادين يقدموا الكثير لبلادهم، عندنا فرص شغل قليله اللي يا ربي نتكافاو معاها حنا ونخدموا فيها. من نهار بداو المهاجرين من جنوب الصحراء دخلوا للمغرب، شنو تزاد في المغرب؟ حاجه وحده اللي تزاد، هي المشاحنات والمشاكل اللي كيديروا. نهضروا بكل واقعيه وبكل صراحه، المهاجرين من جنوب الصحراء الاغلبيه فيهم الا ما قلناش 90% كلهم مربيين، كلهم عندهم ردة فعل هجوميه، وتقدر غير تشوف فيه يبغي يضرب معك، ما كيحشموش ما كيحترموش ما كيقدروش الناس. والخطير في الامر هي كيحاولوا يفرضوا الثقافه ديالهم المسيحيه في المغرب، وكلنا شفنا ديور في الدار البيضاء ردوهم مراكز العباده المسيحيه ديالهم بلا ما يفكروا في الساكنه ديال دوك الاحياء، بلا ما يفكروا في الضجيج اللي كيصدر منهم، بلا ما ندويو على الاعتداءات على الساكنه والكريساج. غادي تجي تقول لي راه حتى المغاربه تيكريسيو، انا متفق معك، لكن الحمد لله في المغرب اي واحد تيكريسي كتشدو الكاميرا كيتشد، فما بالك بواحد مهاجر ما عنده لا بطاقه لا تصويره لا بصمه لا حتى شي حاجه، غيقتلك كاع فين غادي تلقاه؟ هذه راه ماشي عنصريه، هذا راه نداء من اجل حمايه بلادنا وحمايه ثقافتنا وحمايه الدين ديالنا. المستوى الاقتصادي والاجتماعي ديال المغرب وديال الشعب المغربي خاصه كيبين اننا ما محتاجينش المهاجرين. يا ربي نتكافاو غير مع راسنا ونجيبوا التعادل. فجا الوقت باش المغاربه يدقوا ناقوس الخطر ويكونوا على بال ان بلادهم وثقافتهم في خطر. اليوم كتخرج كتلقى 10 المهاجرين قدامك، من هنا العامين تلقى 100 قدامك، وفاش تمشي تدوز كونكور تلقاهم دابزين معاك على المناصب، وبلا شك حتى هما غيقولوا ليك بغينا حقنا في الفوسفات وحقنا في البلاد. ثقافه احترم تحترم خصها تطبق. الا جيتي تخدم وتدبر على راسك وتحترم راسك مرحبا بك. كنتي ناوي تجيب الثقافه ديالك وتفرض راسك ودير الفوضى، بلاصتك ماشي في المغرب، هذا ما كان. فما تنساوش تعطيوني ارائكم في كومونتير بالعقل وبواقعيه وبدون عاطفه، راه العاطفه هي اللي خارجه علينا في هذه البلاد.